صينية المصريين دايمًا الخرافية أو المشهورين بيها هي صينية الخضار بالفراخ أو الأوراق. النهارده بجد هنعملها لكم بطريقة سهلة جدًا، سهلة التحضير، بما إننا بقى داخلين على شهر رمضان ومحتاجين دايمًا الأكلات السريعة وكمان تكون المفيدة لينا ولأولادنا. النهارده هنعمل مع بعض أحلى أوراق بالخضار، هي شبيهة كده بالتورلي لكن طعمها حلو جدًا، موفرة أوي، ما بتاخدش منِك أكتر من 30 دقيقة في الفرن، وبتطلع بالجمال اللي أنتم شايفينه ده، وتقدري بقى تحطي جنبيها شوية رز بسمتي، شوية رز أبيض، فالدنيا بتبقى تمام. لايك وشير واشتراك ويلا بينا مع بعض. أول حاجة عندي بقى الخضار هنا يعني اختياري، على حسب ما أنتِ بتحبي إيه، بتكرهوا إيه، فتقدروا إن أنتم تضيفوا كل الخضار اللي إحنا بنحبه. أول حاجة أنا عندي هنا بسلة، وطبعًا على حسب الكمية اللي أنتِ هتعملوها، وكمان عندنا فلفل كده مقطعاه قطع كبيرة شوية مش رفيعة أوي، طماطمتين كبار متقطعين برضه قطع مكعبات، وعندنا جزر، كمان عندنا هنا بصلتين كبار مبشورين، والوصفة الأساسية هي البطاطس، يعني الريّ بتاع الوصفة دي هي البطاطس. عندنا هنا 3 بطاطسيات كبار، أنا طبعًا غسلاهم ومقطعاهم مكعبات بالشكل ده. نضيف بقى كل التوابل اللي دايمًا بنحبها في صينية الفراخ أو في التورلي اللي إحنا بنعشقه، وهي إيه بقى؟ عندنا هنا معلقة من البابريكا، معلقة من السبع بهارات، عندنا كمان كمون، عندنا توم باودر، بصل باودر، وكمان ورق من اللورا، وأخيرًا معلقة كبيرة من الملح، مكعب من المرق. هنضيف على كل دول بقى 3 معالق كبار من الزيت، ونقلب الخضار بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وهنبدأ بقى بعد كده نحط الأوراق بتاعتنا، أنا هنا مختارة الأوراق باحبها جدًا في الوصفة دي. الأوراق دي حجمها كيلو 600 جرام، يعني كبيرة شوية. بنعمل لها فتحات من فوق بقى بالشكل ده بالسكينة، وبعد كده بنبدأ إن إحنا نقلب الخضار عليها. نجهز بقى التشريبة بتاعتنا اللي إحنا هنضيفها على التورلي ده أو على الصينية. عندنا هنا كيسين كبار من الصلصة، يعني في حدود كده 5 معالق كبار من الصلصة، وكمان نص كوب من المَيّة. هنضيف عليه معلقة كبيرة من الكمون أو الفلفل الأسود اللي متواجد عندِك عامةً. قلبناها كويس أوي، بدأنا إن إحنا نوزعها في الصينية كلها وعلى الأوراق بالشكل ده، وكمان هنديها 3 معالق كبار من الزيت علشان اللمعة وكمان الطعم. كده تمام، تمام جدًا. يبقى لو جينا لحد هنا ما ننساش بقى نحط اللايك والتعليق بتاعنا الجميل، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نضيف عليها بقى ورق من الزبدة، ونغلفها بورق السلوفان، ورقتين كبار كده من السلوفان، ونحكمها كويس جدًا. هادخلها هنا الفرن بتاعي الفرن الكهربائي، هي طبعًا على أعلى درجة حرارة هنا 180. طبعًا كل فرن بيختلف عن التاني في درجة الحرارة بتاعته. تقدري إن أنتِ كمان تدخليها الفرن العادي، بتاخد في الفرن العادي ما بين 35 و40 دقيقة، لكن هنا في الفرن الحراري بتاخد ما بين 40 و50 دقيقة، يعني ممكن توصل كمان لساعة. حطيتها في الرف اللي تحت على درجة حرارة 180، هتاخد 15 دقيقة الأول من تحت، وبعد كده هنبدأ إن إحنا نرفعها في الرف الأوسط لحد ما تستوي تمامًا، وكمان اللون بتاعها ياخد كده اللون وتحميشة حلوة زي ما إحنا دايمًا متعودين إن إحنا بناكل الفراخ بتاعتنا. قعدت كده حوالي 55 دقيقة في الفرن، وطلعتها بقى ما شاء الله طعمها وريحتها حلوة جدًا، سهلة أوي. وأتمنى بقى إن أنتم ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك ليّا ولهبة TV، وتكتبوا لي تعليق حلو من عندكم علشان وصفتنا الجميلة ونقدر إن إحنا نستمر في وصفاتنا. خلصناها كده، وبدأت إن أنا بقى أقدمها مع رز أبيض، أو تقدري إن أنتِ تاكليها بالعيش، حلوة جدًا بجد، سهلة أوي ما بتاخدش منا وقت كتير. كده وصفتنا النهارده انتهت، وأشوفكم بقى في حلقة جديدة وفيديو جديد من حلقات هبة TV، وما تنساش تحطوا بصمتكم الجميلة.